هيافة في الكورة المصرية، هيافة بمعنى كلمة هيافة. صراعات الأهلي والزمالك ما تنتهيش، صراعات الأشخاص ما بتنتهيش، سواء على لعيبة ولا على مداخلات ولا على كسب ترندات. وحال الكورة في مصر حال يقرف، مفيش كورة أصلا، مفيش حد بيعمل لمصلحة الكورة في مصر. لعيبة كلها أقسم برب العز على قد حالها. الكرافتات الشيك اللي انت بتشوفها في الاستوديوهات دول بيتكلموا في الوسع. تيجي تمسكوا فرقة بطة بلدي بسم الله ما شاء الله، ممكن ينزلها درجة تانية. بعد اذنكم يا جدعان نتكلم في صالح الكورة وندور على مواهب وندور على لعيبة تشيل منتخب مصر. اقسم بالله كل اللعيبة اللي في الدوري المصري مع احترامي ليهم لعيبة على قد حالها. بنروح نلاعب السنغال بنبقى شكلنا وحش، بنروح نلاعب المغرب شكلنا وحش، بندافع قدام كل الفرق. ما عندناش لعيبه تشيل منتخب مصر تخليك تقعد تتفرج وانت عندك ثقه ان منتخب مصر هيأدي اداء عالي او هيكسب وهو مرتاح. على طول حاطين ايدينا على قلبنا. لعيبه على قد حالها، لعيبه بتكلفنا الملايين، واقسم بالله شورت وفانلة وشنكار. السادة المحللين وحياة أبوكوا ارحمونا شوية، يا تتكلموا كلام مفيد يا تبعدوا عن الهري والنكت والكلام بتاع الجمهور. انت مش مشجع، انت المفروض ان انت راجل محلل بتحلل لي أداء، بتتكلم على اللعيبة واللعيب ده بيتحرك ازاي، اللعيب ده مستواه ايه، اللعيب ده بيفيد الفرقة في ايه. لكن بقى تطلع تتكلم بلغة الجمهور ومحسسني وتقعدوا تنجموا في لعيبه وهي اقسم بالله كلها شبه بعض. لا طب اقول لك حاجه، قلع اللعيبه بتوع الاهلي والزمالك تيشيرت الاهلي والزمالك ولبسهم اي تيشيرت تاني بتوع فرق في الدوري الممتاز، اقسم بالله لا ينزلوا درجه تانيه.